أنا أمال ناصر، ودي رحلة ال 65 نصيحة لثانوية عامة وعشان تبقى طالب جامعي. I'm just a girl. I'm just a girl in the world. That's all that. من 4 شهور و20 يوم بالظبط كنت مكانكم. المفروض دلوقتي انتوا في نص السنة. دلوقتي أنا مش هبدأ بالحاجات احنا اللي محبوسين مش انت. افتح انت من بره. يا غبي يا عم. وهتكلم على اهم حاجه لو انت لسه ما بداتش، بانها تقريبا دلوقتي في نص السنه وانا كنت زيكم في مواد كنت لسه ما بداتهاش ومواد لسه ما بداتهاش من الاول. يعني لو احنا هنفترض دلوقتي عشان الكلام يبقى واضح، لو احنا دلوقتي كلنا الدفعه في الباب الرابع، انت لسه ما بداتش يعني انت في الباب بدات من الباب الثالث، بدات من الباب الثاني، او لسه ما بداتش يعني انت زيرو. هتعمل ايه؟ عادي مش هتعمل حاجه، الموضوع ما يوترش. وياما كتير كانوا نفس الموقف وجابوا مجموعه او ما جابوش، بس عادي بتحصل للشاطر واللي مش شاطر. انت هتبدا مع اي مدرس هتبدا من الاول خالص. هو مثلا في الباب الرابع انت هتبدا معاه من الباب الرابع عادي جدا، مالكش دعوه باللي عدى، اللي عدى هتذاكره، هقول لك تذاكره ازاي دلوقتي. بس المهم اكيد اللي انت لازم تبدا معاه من الاول خالص وتبدا وتركز اكن ده بدايه المنهج. انا دلوقتي خلاص بدات مع المستر وبدات معاه ومشيت مع زمايلي وتمام. هيبقى قدامي حلين، لا الا ابدا من الباب الاول لا الا ابدا من الباب الثالث. طب امتى ابدا من الباب الاول وامتى ابدا من الباب الثالث؟ هبدا من الباب الاول لو الباب الرابع مش مترتب على الباب الثالث، فهبدا من الاول عادي وهبدا مع نفسي. اسمع حد على اليوتيوب مثلا هذاكر، ممكن لو في صحابي ما بداوش نجمع بعض ونذاكر مع بعض، هيكون اسهل وهيسهل علينا الدنيا بحيث ان احنا نشجع بعض. طب امتى هبدا من الباب الثالث؟ لو الباب الرابع متراكم على الباب الثالث. وهنا انت هتبقى مضطر ولازم، مفيش حاجه اسمها مش هقدر مش فاضي، لا لازم عشان تقدر تتجمع مع اصحابك وتكمل معاهم. طب خلاص الباب الثالث الرابع مش مترتب على الثالث وانا مش قادر وما عنديش وقت وخلاص بقى، يعني فاهم اللي هي اقصى حاجه وانا مش قادر، هتسيبه عادي وهتكمل زي ما انت. طب البال القديمه 100% في المراجعات بتتراجع، لا هي مش بتراجع، هي بتشرح من الاول، لانك مهما كنت فاهمها ومهما كنت شاطر فيها وكلكم شاطرين فيها انتوا 100% نسيتوها، وهم كل المدرسين عاملين اعتبارهم في ده، فهو كده كده بتشرح من الاول، 100% بتشرح من الاول. اهم من كل ده اللي انت ما تتوترش وما تضغطش نفسك وما تحسش خلاص لا مش نهايه الحياه، هو لسه بدري، لسه قدامك نص الرحله كلها. والنهارده كانت اول نصيحه في ال 65 نصيحه، واستنوا ال 65 نصيحه الجايين.